إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه نستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد عباد الله المؤمنين المسلمين، كعادتنا في كل مناسبة تمر على الأمة الإسلامية أو على البشرية، وتكون الأمة الإسلامية إحدى الأمم التي تحتفل بها. عادتنا أن ندع المناسبة تمر ثم نجعل لها حديثا ونخصها بخطبة نتحدث فيها عن هذه المناسبة. اعتادت الأمة الإسلامية أن تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد أعظم خلق الله أجمعين، مناسبة ولا أعظم. ودون أن نخوض في حكمها الشرعي أو طريقة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، والتي قلنا في مناسبات مثلها في سنوات خلت أن تحديد ميلاده صلى الله عليه وسلم لم يختلف الناس في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في تحديد تاريخ ميلاده، لأنه يوم ولد لم يكن يؤبه له أو يهتم لأمره. واحد ما يعرف قيمته، واحد ما كان يهتم وتهزاد وتربى، إنما كان هذا الاهتمام بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه المؤرخون أنه ولد في عام الفيل، لكن أقول أقيم في هذا المسجد أسبوع ثقافي تعليمي تربوي توعوي ديني، نشاط ديني يعرف الناس بقيمة نبيهم صلى الله عليه وسلم، جريا على عادة الناس من المسلمين وغيرهم أن جرت عادتهم أن يخصوا شيئا ما بيوم في السنة يجعلونه حديثا عن ذلك الشيء، فيحتفلون بعيد الأم أو بعيد المرأة، بعيد العمال، بعيد العلم، بعيد الشجرة، بعيد حقوق الإنسان، بعيد حق الطفل، بعيد حق أصحاب الأولويات والحاجات الخاصة، يجعلونه يوما يدرسون فيه هذا الأمر، ينصب اهتمامهم على ذلك الشيء في يوم أو في أسبوع. ليس هذا من شأن المسلمين، ليس هذا من شأن المسلمين حين يتعلق الأمر بنبيهم صلى الله عليه وسلم. اهتمامنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، اقتداؤنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، اتباعنا له، اهتداؤنا بهديه، اتباعنا لسنته صلى الله عليه وسلم، حديثنا عنه، تفكيرنا فيه، دراستنا لسيرته ولتعاليمه، الذود عنه والدفاع عنه، كل ذلك يستغرق منا كل أوقاتنا، أو قل جل أوقاتنا، إن لم نجعل له كل أوقاتنا فجل أوقاتنا كان ينبغي أن
تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها لله، كلها جهاد ونصر لله ولأمته. جعل حياته كلها لكم، لم يكن يفكر في شيء كما كان يفكر في أمته، لم يهتم لأمر اهتمامه بأمته. جل دعواته وطلباته وسؤالاته لأمته، أعظم مكانة بعد النبوة أعطاها له الله أن قربه نجيا يوم أعرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام حين تكتب على اللوح المحفوظ. شوف المنزلة هذه التي ما وصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل قبله. أتدرون ماذا طلب من ربه؟ إنسان أعطاه ربي فرصة أن يلتقي به ويكلمه كفاحا، ليس بينه وبين ربه سبحانه ترجمان، كلمه ربه كفاحا كما كلم موسى عليه السلام. لم يرى ربه تلك الليلة لكنه رأى نورا، وحجاب ربي نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، وبصر الله يدرك كل خلقه فيحترق كل خلقه. فرحمة بخلقه جعل على وجهه حجابا من نور، لا يعلم سر ذلك إلا هو سبحانه. ما المفروض يطلب من ربي أمور تخصه هو، ولا على الأقل تخص أهله فميته، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل جعل لقاءه بربه كله تمجيدا لله وتعظيما لله، وجعل سؤله وطلباته كلها لأمته. لينا احنا نتفكروه نهار هذا عار، وارتضى أو اختار منظم هذا الأسبوع، اختاروا له عنوانا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، آية من كتاب الله من سورة نور. جعلوها عنوانا لهذا الأسبوع الذي خصوا به أو جعلوا الحديث فيه عن سيد العالمين، سيد الأولين والآخرين. وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما أبهر الغربيين المنصفين من المفكرين الغربيين والمستشرقين الغربيين هو خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول برنارد شو الأديب الساخر الإيرلندي: لقد قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. واحد نصراني يقرأ سيرة سيد الخلق مرارا وتكرارا. قديش قريتها أنت؟ قديش قريتها من مرة سيرة سيد الخلق؟ قريب نحلف اللي ما كانش فينا واحد قرأها مرة من أول صفحة لآخر صفحة. وما أكثر الكتب التي تحدثت عن سيرته من مختصرات ومتوسطات، كتاب موجز، كتاب وسيط، وكتاب مبسوط. ما قرينا لا هذا كامل ولا هذا ولا هذا، نعرف نتفا من حياته وسيرته.
التي أبهرت العالم الغربي لأنه يقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ. أنا ما نقراوش حتى سيد الخلق ما نقراوهاش، حنا الشيء نقراوه ديما والجورنال ولا كتب تفسير الأحلام ولا كتب الطبخ، هادو نقراوهم. بصح سيد الخلق ما نقراوهاش. وأعظم حاجة في سيد الخلق هي خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد قرأت سيرة محمد مرارا وتكرارا فلم أجد إلا الخلق العظيم كما ينبغي أن يكون. حال وتنمو عجبته سيرة سيد الخلق قراها قداش الخطأ وما شبعش وما ملش كما نملوا حنا ونسأل. يطول بينا شوية الإمام، داروا لنا أسبوع ثقافي تبدا الناس تكره، وهذا ما همش رايحين يخلصوا ولا وما يهضروا على سيد الخلق، والناس كرهت ضجرت ملت. والرجل نصراني مات على نصرانيته فيما يظهر من أمره للناس. ممكن لو أسلم بينه وبين الله لا يحاسب غير الله ولا يطلع على سرائر القلوب والنيات إلا الله. فيما يظهر من أمره للناس مات على نصرانيته وهو يمجد رسول الله، وهو القائل هو اللي قالها الكلمة المشهورة المتداولة: لو كان محمد حيا الآن بين الناس لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة. هو اللي قال، وهو كلام خطأ. وصح ويعظم في سيد الخلق لكن كلام فيه خطأ، وهو أنه سيد الخلق لازم يكون حين يحل مشاكل تتحل هذه المشاكل وهو ميت. إذا اتبعنا سنته وأقواله وما أثر عنه من سنته صلى الله عليه وسلم تتحل كل المشاكل. الأمة الإسلامية تعيش اليوم مشاكل شتى، مشاكل كثيرة. واللي تنسمع في الأخبار كلمة لفتت انتباهي. الكلمة هذه البارح والبارح يقول لك لقد سقطت حلب. حلب سقطت في أيدي من؟ في يد بني إسرائيل، في يد النصارى الصليبيين، في يد المشركين. شو اللي سقطت حلب؟ حلب ما زال تحت السيادة السورية. قال لك سقط لأن النظام انتصر على الجماعات المسلحة. اسمه سقوط، وهذا سقوط فكري. وتسمع الناس يا أخويا يتذاكرون بربهم ويتسيل منهم دموع التماسيح على حلب. وسمعت بعض الدعاة من الكويت ومن السعودية ومن غيرها من الدول يبكون حلب. قالوا لي واش الشيخ تكلم لنا إن شاء الله على حلب؟ قلت لهم لا تكلموا على حلب. قالوا لي شو واش صاير فيها؟ قلت ما يحدث في حلب قد حدث مثله 100 مرة في غزة، وبعده في العراق، ولا زالت العراق تعاني مما فعل بوش وحلفائه. وما شفناش الجموع، وما زالت الأمور ماشية عادي. خلي حلب تاني تمشي عادي. حلب غيظتهم لأنه أنظمة عربية بالخصوص مش عجبها الحال، حابة تسقط بشار الأسد. هذه الغاية، ما يهمها لا دين ولا شعب. أكو شفتوا واش صار في ليبيا. نذكر ذلك ونذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نذكر ذلك ونذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمته تعاني المآسي البأساء والضراء
نذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الرفيعة، صاحب الأخلاق الرفيعة، يقول عنه أعداؤه من النصارى لكنهم درسوا سيرته فأنصفوه. ما قدرش يكذب، ما قدرش. مفكر إسباني ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حين درس سيرته في كتابه العرب؟ تكلم عن العرب كي يوصل سيد الخلق وش قال يستوي عندك يا محمد، وما يقولوا نبي العرب، يستوي عندك في القضاء في الحكم، يستوي عندك القوي والضعيف، الغني والفقير، العالم والجاهل، كلهم سواء في عدلك، في العدل تاعك رقد امشي. فهل نحن نعدل فيما ولانا الله عز وجل؟ هل احنا نمشي بالقد؟ شوف الأمة العربية بالخصوص، لما نقولوش الأمة الإسلامية لأن هناك دول إسلامية راهي فاقت الأوروبيين. كلمة الدول الإسلامية ونذكر أندونيسيا وماليزيا وتركيا. نقول الأمة العربية بالذات ما كانش أمة تعاني من الظلم كما الأمة العربية أمة سيد الخلق، ونبيها على خلق عظيم. هناك نصراني مصري أنصف نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى نظمي لوقا. روحوا ديروا في الشبكة العنكبوت. لاش تضيع شوية من وقتك، نصف ساعة من وقتك ادرس فيها سيد الخلق، لاش تضيع لك من وقتك. لابد ما عندكش الوقت مع الفيسبوك. دير ربع ساعة فرق شوف نظمي لوقا ما كتبه عن سيد الخلق. والله الذي لا إله غيره، أنا عن نفسي وأنا نقرأ نظمي لوقا والله ما حبست من الأذكار، ما قدرتش. النصراني مش قاعد يهضر على سيد الخلق ويتكلم عن المآسي تاع الأمة العربية بالذات. يقول له الشيء اللي درته في أمتك أبعد كل ما فعلته لأمتك من خير، هديتهم إلى الحق، جئتهم بالنور، أخرجتهم من الظلمات إلى النور، جعلتهم في القمم بعد أن كانوا تحت أقدام الأمم. الأمة العربية ما كانت عندها حتى قيمة في وقت سيد الخلق، ردها أعظم أمة مخرجة للناس، وبنى بهم أعظم إمبراطورية شهدها التاريخ. روح اقرأ وش كتبوا الغربيين وش كتبنا احنا. أبعد كل هذا تجد أن من المقاصصة أن تكشف عن ظهرك. يكشف يوم من الأيام يكشف عن ظهرك. وقال له قبل موته بأسبوع: من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه. نعت لي حاكم عربي يدير لنا 10 معشار هذا الكلام، نعت لي لا نعرف إلا الظلم والعدل فينا قليل. وشوفوا ايش صار في الأمة العربية وما يحدث، وتولوا يصرى لبلادكم هذا الأمر. يعني ننصح، واجبي أن أنصح. عندكم يكلحوكم، واحد ما يخمم على الشعوب، واحد ما يخمم على الأمة هذه، كلهم يخمم على الكرسي. أكو شتون في ليبيا على الكرسي، غدوة يسقط النظام في سوريا تشوفون كيف يأكلوا بعضهم على الكرسي. ينحي لي أنا حاكم ويجي هو أكثر جرما منه.
تولوا تصرى بلادكم باسم العدالة وباسم الحق وباسم الديمقراطية وباسم رانا على كيف خليونا. وعندكم تجيكم من هذه الأفكار من الغربيين، تقولوا أمريكا ولا أوروبا يتوسلنا على الخير ويوسلنا على الشر. يهضر لي درك على حلب راح ياكلوا أرواحهم على حلب، وعلى ما كليتوش أرواحكم، على ما درتوش الربع عشر معشار الشيء اللي درتوه على الحلب درتوه على غزة. غزة إلى الآن محاصرة من الدول العربية، حاصرينها فيها 2 ملايين. بلاد قسنطينة ولا أقل من قسنطينة فيها 2 ملايين في بعضها، واحد ما يهضر عليه. نتكلم عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شهد به له الله عز وجل في كتابه، يبقى خالدا تقرأه الناس إلى يوم القيامة، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى حالك مع جيرانك. سيد الخلق كان مليح مع جيرانك، احنا ماناش ملاح مع جيرانك. سيد الخلق كان مليح مع رحمه وأقاربه، احنا ماناش ملاح مع الأقارب والأرحام. كان سيد الخلق مليح مع زوجاته، احنا ماناش ملاح مع زوجاته. سيد الخلق كان على خلق عظيم مع العدو والمحب والقريب والبعيد والجمادات والحيوانات. كان سيد الخلق في قمة الأخلاق بشهادة الغربيين المنصفين قبل المحبين والأتباع. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أدمها قاعدة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وراحت الأخلاق تاعنا وراحت تاني. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عباد الله المؤمنين المسلمين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. وإن من أبعدكم مني منزلة يوم القيامة، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم منزلة مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فمن المتفيهقين؟ شكون المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذو من أبعد الناس يوم القيامة عن سيد الخلق. سيد الخلق كان حسن الخلق، كان سيد الخلق حسن الخلق، ما يدنو منه يوم القيامة إلا من كان مثله على خلق عظيم مع كل من يتعامل معه. اقرأوا السيرة، اقرأوا الخلق الذي كان. ولعل الذين شاركوا في هذا الأسبوع قد حدثوكم عن كثير من نبله وعظمة خلقه وصفاته الخلقية. أنا ما توصفليش سيد الخلق الصفات الخلقية. كان ربعة من الرجال، وكان ضخم الرأس، وكان أثخن اليدين. ليش هذه الصفات؟ قال لي على أخلاقه، حتى أتبع أخلاقه، حتى أتبع أخلاقه. ولقد علقت فيما علقت كلاما لأحدهم يقول فيه: ما نحتاجوش الناس يحطوا مصحف في الجيب، مش مهم أن يكون في جيبك مصحف، أن تكون في أخلاقك آية. كي نشوف الأخلاق تاعك نلقى خلق عليه ترمز له آية. فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن،
كان قرآنا يمشي في الأسواق. منين يدير حاجة تفكر آية من الآيات، يمشي كما يقول القرآن. فاجعل في خلقك من أخلاقك آيات لعلك تلحق به يوم القيامة. فإن من أمته من لا يشرب من حوضه، تأتيه أفواج أو يأتيه أقوام فيختلجون دونه، فيقول أي رب دعهم فإنه من أمتي، خليهم يشربوا من أمتي، على تحوزوا فيه. فيقول له قائل من قبل العرش أما إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوه من بعدك. كما على بالكش مش داروا من وراك، أم يقتلوا في بعضهم، أم يقتلوا في بعضهم، أم يقتلوا في بعضهم. هذه علامات الساعة. ولن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل أو فيما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل. المقتول يقول كلمة الله لا يقتلنا، والقاتل يقول كلمة الله على بالي لا تقتل، قالوا لي اقتل يعني اقتل. كيما قاعد يحدث الأمة العربية والإسلامية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويخذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك وتجتنب فيه معصيتك، ويعمل فيه بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. احمي بلدنا هذا، احمي اللهم بلدنا هذا، اتمم علينا النعمة في بلدنا هذا وسائر البلاد التي لم تفتن، وارفع اللهم نقمتك وغضبك وسخطك عن من ابتليتهم من الأمم الإسلامية. اللهم يا رب احقق الحق واهزم الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.